بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم حبايبي؟ اليوم إن شاء الله تكونوا بخير. وصفتنا اليوم حعملكم الدجاج بنكهة صوص البيري بيري. عن جد الصوص هذا بيعطي كتير طراوة للحم وكتير لذيذ وطيب. حنحتاج أول إشي دجاجة كاملة، وحنحتاج لبصل، كمان حنحتاج لملح وشطة وبابريكا، وحنحتاج لثوم، وكمان لخل حوالي 3 معالق كبار، والمكون الأساسي الفليفلة الحمراء، وليمون، وزيت الزيتون. أول شي في وصفتنا حنحتاج إنه نستوي الفليفلة، حنحطها على نار ونخليه عالي، ونتمنا نقلب الفليفلة على جميع الجهات. وممكن انتي تعمليها هذه العملية تحطيها بصينية وتحطيها بالفرن، بس هتاخد معاكي وقت أطول، يعني على النار حوالي مش هتاخد معاكي 5 دقايق وممكن أقل. هاي احنا بنقلب فيها، هاي ما شاء الله كيف أخدت لون واستوى الجهة هذه. هلأ بعد ما استوت الفليفلة من جميع الجهات حنحطها في صحن، وحنغطيها بكيس نايلون. التغطاية هذه بتساعد انه لما نيجي نقشرها الدغري القشرة تطلع بكل سهولة. اول شي حقطع البصل وححطه في الخلاط. انا هون استخدمت 3 حبات بصل، وممكن تستبدليهم بحبة بصل كبيرة. وحقطع ليمون وحعصره، وحديره فوق البصل، حضيف الثوم، وحضيف كمان البهارات. استخدمنا اللي هو الملح والشطة وبهار البابريكا، و3 معالق خل، وكمان زيت الزيتون، وممكن تستبدليه بأي نوع زيت نباتي. هلأ بعد مرور دقيقتين هنشيل كيس النايلون وهي دافية، هنشتغل فيها. شايفين كيف بتتقشر معايا بكل سهولة. بعد هيك بنجيب كلينكس مطبخ وبنمسح الزوائد. هلا هنقطع الفليفلة ونشيل البذر الزائد اللي جواتها، وحجفف ميتها كتير كويس. وهحطها في الخلاط وهرجع لكم. هلأ بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعض حندير بصحن، مش حضير كل الكمية، هخلي منها جزء وعدي حورجيكم شو بدي اعمل فيها. هلأ هنشوف شو في عنا زوائد جلدية في الدجاجة، وحنحاول نشيلها. وبعد هيك نيجي لسلسلة الظهر وحنقصها، بدك تكوني حذرة وانت بتستخدمي السكينة. بعد هيك حنقلبها ونكبس عليها من عند الصدر، عشان احنا بدنا نعمله اللي هو الدجاج يكون مسحب. بعد هيك بنجيب السكينة وبنعمل فيها عدة ثقوب، عساس نساعد انه التتبيلة تدخل فيها كتير كويس.
هلا أنا بعد ما غسلت الدجاجة كتير كويس هحط عليها التتبيلة. حاولي وانت بتحط التتبيلة توزعيها على كل أنحاء الدجاجة. بعد هيك هقلبها وكمان هحط عليها من جوا. أنا هون بعد ما تبلتها حطيتها في الثلاجة لمدة ساعتين، وكل ما عملتيها قبل بوقت بكون أحسن، بتكون امتصت كتير التتبيلة كويس، وإذا بتعمليها كمان قبل بليلة بكون أفضل. بعد هيك بتحطيها بالفرن، بتحمريها من تحت، وبعدين بتشغلي عليها الشواية. وهلأ هذا باقي الصوص اللي أنا رفعت منه، حضيف عليه شوية مايونيز وحقلبه كتير كويس، وحيتقدم جنب الدجاج. وهيك حبيباتي وصلنا للشكل النهائي، حطيناه في صحن التقديم. أنا تقريبا أخذت معي في الفرن 1.5 ساعة، وممكن تقدمي جنبها شوية سلطات أو تقدمي معاها الرز اللي انت بتحبيه. ما شاء الله الريحة كتير طيبة بتشهي، وما شاء الله مقرمشة من برا وطرية كتير من جوا. إذا عجبتكم وصفتي وعجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكوا كل شي جديد. إذا في أي سؤال اكتبوا لي أسفل في التعليقات، وأنا مستعدة أرد على أي سؤال بتسألوني إياه، وفي حفظ الله.